كنلبس اللي كيريحني اولا. كنحاول يعني كناخذ بعين الاعتبار شي حوايج وشي حوايج اخرى اللي كندير داكشي اللي كيولي انا في دماغي. داكوغ. حتى انا تنبغي الحياه وتنبغي الالوان وتنبغي الجمال، يعني بحال اي امراه، وما غاديش يمنعني لو فات انني تلبس الفولار ربما كنلبسو بطريقتي. هذه كاين مساله فيها مؤيد ومعارض، ما كندخلش في هذه الاعتبارات هذه كلها. انا كندير اللي كيوالمني واللي كيرضيني انا اولا. ويعني وكنشوف انه طبيعي انني يعني نعيش حياتي كيف ما انا بغيتها، كيف ما انا مرتاحه لها، كيف ما انا قادره عليها. وبحال هاد لي زيفينمون هكا تيخلينا نتلاقاو مع بعضنا وعندنا نفس الاهتمامات حنا كلنا النساء يعني، وعندنا نقاط الضعف ديالنا. علاش لا؟ كاين شي حوايج هكذا اللي تنبغيوها، يعني اشياء هكذا اللي تنبغيو نظهروا فيها وهذا مي ستيل ديالي. اش غادي نقول لك انا ستيل كتشوف الجين لانه خصني نكون عمليه وتنجري، وعندي لي زونفون خصني نسالي الخدمه نمشي نجري نجيب الدراري من المدرسه وهذه الاشياء هذه كلها. فكنكون يعني شويه كاجوال هكذا، يعني قدر المستطاع. وبون كنحاول نحافظ على شي شويه ديال لبس شي حاجه اللي كتعجبني، يعني ماشي نقول لك واحد لو ستيل ما عرف كي داير ولا هذا، مي بون عجب الناس مرحبا، ما عجبش مرحبا. اش غادي نقول لك؟ المهم انا يعني تيوالمني. فوالا شوف، سر واحد هو انه الواحد في التوازن في الاكل. الواحد يخمم في الصحه ديالو. هذه المساله اللي كنت انا طحت فيها يعني قبل الصيف، انه كانت عندي مشاكل هكذا شويه صحيه. مي ضروري ان الانسان يهتم بالوزن ديالو، ماشي فقط التلفزيون. يا صراحه يعني في التلفزيون كانت بعض الملاحظات، ولكن ماشي من الاداره ديالي. ما كانوش تيقول لك لا خصك تغلط ولا خصك تضعف. مي انا ما حسيتش براسي في واحد الوقيته يعني تقل سي با ماشي شي حاجه اللي عشتها مزيان. فكان ضروري انني نزير راسي واحد شي شويه. دونك فوالا، انا مازال مستمره باقي 11 كيلو غادا نحبس.